السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الجوزاء بتاريخ 12/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الجوزاء. على الصعيد العام، الفترة دي يا جوزاء انت واقف في نص طريق مش تايه، لكن بتراجع نفسك. في احساس جواك انك كبرت فكريا عن حاجات كتير كنت مستمتع بيها قبل كده، ناس واماكن حتى احلام قديمة ما بقتش تملى عينك زي زمان. انت مش ضعيف ولا متردد، انت واعي وده الفرق. وعيك الواعي مخليك تسأل نفسك وبتقول انا رايح فين وليه بكمل، وهل اللي بعمله ده شبهي فعلا؟ في قرار مهم بيقربك، القرار ده مش مفاجئ، ده قرار متراكم من تعب قديم وسقوط طويل. اللحظة اللي بتقول فيها كفاية هتغير شكل أيامك كلها. كمان طاقتك راجعة واحدة واحدة، بس مش بنفس الطريقة القديمة. زمان كنت بتتحرك بسرعة، دلوقتي بتتحرك بذكاء، بتختار معاركك وبتبعد عن اللي بيستنزفك حتى لو كان قريب. وفي حاجة حلوة جاية في حياتك، بس مش هتيجي وانت ماسك في اللي وجعك. لازم تسيب مساحة، المساحة دي هي اللي هتدخل الجديد. كمان خلي بالك يا جوزاء، حد شايفك وملاحظ تغيرك، ممكن ما يتكلمش بس متأثر بيك. وجوده الفترة دي له تأثير حتى وانت ساكت. ولو حاسس انك لوحدك، احب اطمنك واقولك انت مش لوحدك، انت في مرحلة انتقال، وكل انتقال بيجي هادي من بره وعاصف من جوه. رسالة الصعيد العام بتقولك يا جوزاء انت مش محتاج تشرح نفسك لأي حد. اختياراتك الجديدة هي احترامك لنفسك مش أنانية. أما على الصعيد العملي، الفترة دي يا جوزاء شغلك محتاج تركيز أكتر من أي وقت فات، مش بس علشان تنجح، لكن علشان تثبت لنفسك إنك قادر تتعامل مع الضغوط الكبيرة اللي حواليك. في فرص هتقابلك، لكن مش كل فرصة هتكون واضحة من الأول. لازم تفتح عينك على كل التفاصيل الصغيرة. كمان مش هتكون الأيام سهلة، بس كل تحدي هتقابله هيعلمك درس مهم، حتى لو مؤقتا مضايقك. حاول تبعد عن التوتر. كل ما هديت نفسك فرصة للتفكير بهدوء، كل ما لقيت حلول مبتكرة تظهر من غير ما تحس. إحساسك بالمسؤولية الفترة دي عالي جدا، لكن حاول ما تحملش كل حاجة لوحدك. مشاركة الأفكار مع زملائك أو مع حد بتثق فيه هيديلك دعم غير متوقع، وهيخليك تكمل بسرعة وثقة أكبر. في ناس حواليك ممكن تكون سبب نجاحك لو عرفت تتعامل معاهم صح. لو في مشاريع جديدة، دلوقتي وقت مناسب للتخطيط بدقة، مش بس التنفيذ بسرعة. لو قدرت تخطط لكل خطوة كويس قبل ما تبدأ، هتوفر على نفسك مشاكل وأخطاء ممكن تندم عليها بعدين. رسالة العمل بتقولك يا جوزاء كل يوم انت فيه بتتعلم وبتطور، حتى لو مش شايف النتائج على طول. ركز على الجهد والصبر، النجاح اللي جاي أقوى من أي عقبة، وخليك دايما مستعد للتغيير. أما على الصعيد المالي، الفلوس الفترة دي يا جوزاء محتاجة منك تركيز وتخطيط أكتر من أي وقت، مش بس علشان تحقق أرباح، لكن علشان تحمي نفسك من أي مفاجآت ممكن تحصل. في فرص هتظهر فجأة، ممكن تكون مشروع صغير أو فرصة استثمارية، بس محتاجة تقييم كويس قبل ما تخاطر. حاول تنظم ميزانيتك بدقة، كل جنيه تحطه في مكانه الصح هيفرق معاك كتير. الفترة دي مش مناسبة للصرف العشوائي، وكل قرار مالي مهما كان صغير ممكن يكون سبب في راحة بالك بعدين. كمان لو في تعاملات جديدة مع ناس أو شركات، ركز على التفاصيل القانونية والفواتير والمستندات. أي غلطة بسيطة ممكن تكلفك وقت وفلوس، وده وقت لازم تكون حذر وذكي في كل خطوة مالية بتاخدها. أحيانا هتحس بضغط على مستوى المصاريف أو التزامات قديمة، لكن كل ما تواجه التحدي ده بهدوء وتخطط صح، كل ما هتلاقي حلول مبتكرة تساعدك وتوفر وتحافظ على مستواك المالي. لو قدرت تستثمر وقتك وفلوسك صح دلوقتي، النتائج هتفرحك جدا قريب. رسالة المال بتقولك يا جوزاء اعرف قيمتك المالية واستثمر بحكمة. كل خطوة محسوبة هتديلك استقرار وأمان، واستعد لأيام أفضل مليانة فرص ممكن تغير حياتك المالية للأحسن. أما على الصعيد العاطفي،
النهاردة قلبك ممكن يكون محتار بين مشاعر مختلفة، وده طبيعي يا جوزاء لأنك أنت حساس وعقلك دايما بيحلل كل كلمة وكل موقف. لو في علاقة حالية حاول تسمع أكتر وما تحكمش بسرعة. الكلام الهادي والوقت اللي هتديه لنفسك هيفتح لك أبواب لفهم شريكك بطريقة مختلفة. ممكن كمان تلاحظ رغبة قوية في التعبير عن مشاعرك بطريقة رومانسية جديدة، حاجة غير المعتاد. حاول تشوف الشريك بيرد ازاي، لأن الحوار المفتوح هيساعد على تقوية الروابط بينكم. لو في أي سوء تفاهم ده الوقت المناسب لحله بهدوء وتفاهم، ما تستعجلش. ولو انت عازب الفرصة دلوقتي ممكن تيجي من مكان غير متوقع، شخص ممكن يجذبك بكلامه وأسلوبه. خليك منفتح ومستعد تسمع أكتر وتعرف الشخص من قلبه قبل ما تحكم. الحب النهاردة مش بس مشاعر، ده كمان فهم وحوار وتجربة جديدة ممكن تغير رؤيتك تماما. كمان حاول يا جوزاء تدعم العلاقة بالاهتمام اليومي، حتى لو بكلمات بسيطة أو لحظات صغيرة. ده هيخلي الشخص التاني يحس بالحب ويديك طاقة إيجابية كبيرة، وهتحس إن التواصل بينكم بقى أعمق وأصدق. رسالة الحب بتقولك يا جوزاء افتح قلبك واسمع بعمق. الحب محتاج صبر وفهم، ومع كل لحظة هتلاقي نفسك أقرب لشريكك أو الشخص اللي ممكن يدخل حياتك ويكون ليه تأثير كبير وجديد على قلبك. أما على الصعيد الصحي، النهاردة يا جوزاء صحتك محتاجة شوية اهتمام أكتر من المعتاد. جسمك وعقلك مرتبطين ببعض بشكل كبير، وأي توتر أو ضغط ممكن يأثر على نشاطك وطاقة يومك. حاول تدي لنفسك وقت للراحة حتى لو 10 دقايق، بس بعيد عن أي مصدر للضغط. ده هيخلي عقلك صافي وهيديلك طاقة لمواجهة اليوم. الرياضة الخفيفة هتفرق معاك جدا، مش شرط مجهود كبير، مجرد تمارين تنشيطية أو مشي قليل هيساعدك على تخفيف التوتر وتحسين المزاج. كمان اشرب مية بشكل منتظم، والأكل الصحي هيدي جسمك شعور أفضل ونشاط أكتر. وحاول تقلل من أي وقت تقيل ممكن يبطئ نشاطك. كمان العينين والرقبة محتاجين رعاية، خصوصا لو بتقعد فترة طويلة على الموبايل أو الكمبيوتر. خد فواصل بسيطة وحرك جسمك وخد نفس عميق، ده هيساعدك تحس براحة نفسية. كمان النوم ليه دور كبير النهاردة، حاول تنظم وقتك بحيث تحصل على نوم كافي يريح جسمك وعقلك. رسالة الصحة بتقولك يا جوزاء خد بالك من نفسك من كل ناحية. جسمك وعقلك وروحك مرتبطين ببعض، ومع شوية اهتمام يومي هتحس بنشاط مختلف وطاقة إيجابية تخليك مستعد لكل جديد ومواجهة أي تحدي بسهولة وهدوء. أما على الصعيد الدراسي، النهاردة تركيزك يا جوزاء عندك ممكن يكون صعب شوية بسبب كتر الأفكار اللي بتجري في دماغك، بس ده مش سبب للقلق، بالعكس ده مؤشر إن دماغك شغالة بشكل إبداعي جيد. حاول ترتب أولوياتك وتحدد المهام الأكثر أهمية، ده هيساعدك تمشي خطوة خطوة بدون ما تحس بالإرهاق الذهني. كمان المذاكرة أو العمل على المشاريع اللي محتاجة تركيز عالي ممكن تحتاج تقسيم الوقت لفترة قصيرة. خد كل فترة 40 دقيقة على الأقل وركز فيها جامد، وبعدين خد استراحة قصيرة. الفواصل دي هتحافظ على نشاطك الذهني وتخلي المعلومات تثبت أكتر في دماغك. لو عندك امتحان أو مهمات مستعجلة حاول تبعد عن أي مشتتات جنبك. الموبايل أو أي ضوضاء ممكن يأثر على طاقتك العقلية، وجرب تتعامل مع كل مهمة كأنها قصة صغيرة خطوة بخطوة، وده هيساعدك تحس إنك قادر تتحكم في اليوم الدراسي كله. كمان من المهم تهتم بتنظيم ورقك ودفاترك، كل شيء في مكانه هيديلك شعور بالتحكم والراحة، ومفيش حاجة بتفقد التركيز أسرع من الفوضى حواليك. حافظ على فترات راحة كافية حتى لو قصيرة، حركة بسيطة أو اشرب شاي هتهدي عقلك وتخلي الطاقة الإيجابية ترجع لك بسرعة. الرسالة الدراسية بتقولك يا جوزاء أنت عندك قدرة على التعلم بسرعة وتفكير مرن، ومع شوية تنظيم وتركيز هتحس إن كل شيء تحت السيطرة. ومش بس هتنجز، ده كمان هتحس بالثقة بنفسك والطاقة اللي هتخليك تتقدم في أي مجال دراسي أو مشروع جديد بسهولة وهدوء. ودي كانت توقعاتك يا جوزاء النهاردة. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.